نبات فيه نصحى فيه، صلوا على سيدنا محمد. قمت من النوم النهاردة محتارة نعمل أكل إيه، ونفسي هفاني على فاصوليا خضرة. رحت نسأل الراجل لقيت الفاصوليا غالية، مع إني كنت زرعة فاصوليا قبل كده، بس الفرنكة ليتها ما هنتنيش بيه. نعمل إيه نخلي إيه؟ كنت زرعة شوية شجر على أساس يطلعوا لي تين شوكي، ما طلعوش ولا طناية واحدة، ما طلعوش غير الشوك اللي انتوا شايفينه دي. رحت جايبة بلغتين كبار كده وحطاهم على الرخامة، وجايبة السطور ومقطعاهم كده زي الفاصوليا الخضرة، جمال قوي طرية كده وجميلة، وهو خضار وخلاص. طب هنعمل ايه؟ طيب العيشة غالية والدنيا غالية. انا والله كنت زرعة الطين الشوكي دي على اساس انه يطلع لي تناية شكاية ناكلها نبل بيها ريقي، وما قصرتش معاه، زقيته مية زقيته صنة، حطيت له كل جميع الفيتامينات، برضه ما طلعش. هنعمل ايه؟ زي بعضه بقى، مش مشكلة. وجبت بقى معلقة القصمني وحطيتها في قلب القويرني، ونزلت بيها على البصل الجوانح كده مع شوية كبدة فراخ زي العصا. دي كبدة فراخ بلدي من اللي هي ريحتها تجيب لآخر الشارع. وقعدت بقى مع البهارات والربابيكي وحبة الملح كده هوت والكمامة، ونزلت بقى بشوية الفاصوليا الخضرة كده عليهم عشان خاطر يستووا وريحتهم تبقى حلوة. لازم تنوعوا في أكلتكم عشان الفيتامين يدخل جتتكم. اسمعوا مني، إن عملتوا زيي حتبقوا كويسين، وإن ما عملتوش زيي حياتكم حتبقى زي الطين. وجبت شوية القصلصة ورحت نازلة بيهم ومغطياهم وركناهم على جنب، وجبت حلة تانية وطرشت فيها نص قزازة زيت. الزيت رخيص مش مشكلة، ما تستخسروش حاجة في نفسكم. وجبت بقى حبة طماطم مفعصين كده وريحتهم خمة، ونزلت في قلب الخلاط وهاتيا فحص، ورحت مفضياهم فوق البصلاية عشان يتسبكوا برضه. وجبت شوية الكزبرة الخضرة وخرطتهم تخريطة حلوة عشان يبقوا ناعمين، عشان لما نحطهم على الخليط يبقى متناجس ويبقى ناعم كده وياخد ويضيف بعضه زي ما انتوا شايفين كده. ان عملتوا الحاجة مظبوطة حياتكم حتبقى مظبوطة، ما عملتوش ان شاء الله عنكم ما عملتوا. وجبت شوية بتنجان بقى من اللي هو بتنجان اسود بقى لسه مقطوف من الشجرة، وهات يا تجوير في الصينية تجور معايا زي ما انتم شايفين كده. الست الشاطرة مش محتاجة كلام، بس انتي انوي خير وقولي يا رب، واقعدي كده هوت وجوري كوستك وبتنجالك وتقعدي تأكلي عيالك، حتبقى حياتك زي العصا. البسنجال دي ما فيش اسهل منه ولا احسن منه. النسوان المصنين اللي تقعد تقول لك يا اختي البسنجال صعب وورق الكرنب صعب والمحشي كله على بعضه صعب. خبره يا مرة انت وهي، انت عايزة تقعدي تحطي في ايدك منوكير وخلاص على كده وتقعدي تستريحي؟ لا، احشي لعيالك ولجوزك والضف يا نسوان يا مقاطيم الرقبة. اللقمة الحلوة ما فيش احسن منها. عمروا بيوتكم بالخير زي خالتكم ام ابراهيم كده. دي الحاجة سهلة خالص، ده اسمه منبر الغلابة. تجيب المنبراية او البسنجلاية وتشيها بالرز، تحشي بالرز تكبسي وتملي البسنجلاية عشان تبقى تقيلة معاكي كده ومحصحصة. اللي ياكل واحدة منها يلف حوالين نفسه ويتبشم ما عادش ياخد التانية. زمان لما امي كانت تقعد تحشي لنا حلة ارز زي ديت كنا نقعدوا حواليه، نقعدوا بحنكنا كده ناكلوا في قلب الارز بالخلطة، وكانت بتبقى ليلة وامي تفضل تعمل محشي من الصبح لحد بالليل. ما تعرفوش ازاي. يقول لك قال ايه النسوان بتاعت زمان كانت شاطرة، ولا كانت شاطرة ولا حاجة. ودلوقتي انا سامعة ان مطلعين مكنة بتعمل المحشي لوحديها، يا ما نفسي فيها والله. يقول لك تدخل فيها الخازوق من الناحية دي يطلع محشي من الناحية التانية. حاجة حلوة، تكنولوجيا بقى وحاجات مش جميلة اللي طالعة دي، والقمر الصناعي والحاجات الجميلة الحلوة الغالية دي. امال ايه؟ لازم كده. ولو زاد منك وانت بتحشي حبة ارز اوعي ترميهم، لفيهم كده وعبيهم ان شاء الله في كلوط وحطوهم في حرف الحلة، والله عليه هتلاقيه احلى من اللي انت حشياه في البسنجان. يا ولاد الدنيا سهلة وبسيطة، بس انتوا اللي مش عدلين ابدا. وديكوا شفتوا كانت
كمية بسنجال بالهبل، كانوا مش عارفة ندور 20 كيلو بسنجال والله، واحدة ورا التانية، الحلة اتملت معايا في ثانية، ودول شوية شوربة كانوا عندي بقالهم يطلع 3 أسابيع ريحتهم ابتدت تطلع. قلت لا ما بدهاش بقى، خسارة. رحت مفضياهم فوق الحلة كده ومولعة عليه وسايباها تغلي مع نفسه عشان يستوي. وادي صينية الكبدة طابت وقشر الطين الشوكي طاب والدنيا بقت تمام، والصينية ولا كأن أكبر شيف في العالم هو اللي عاملها، حاجة زي الزبدة وجميلة وحلوة خالص. وادي البتنجال بقى، وما نقولكمش على البتنجال المحشي، الحباية بحبايتها جوا الرز كده عصر، وخدت حتة كبدة كده عشان نجرب الطعم برضو مع حتة من الخضار بتاع التين الشوكي. منظره جميل جدا يا ولاد حاجي زي العسل، وزبدة كده بيبظ ويلز في قلب حنكي بيدوب دول، ومنظرها تفتح النفس والله.